المرحلة الثالثة ملف الأسرة المصرية سنة 76. أسرة مكونة من أب وأم وطفلين سكنوا في الشقة رقم 2 بالدور الثاني. الأسرة دي هي اللي خلت اسم عمارة رشدي يدخل التاريخ. بلاغ رقم 314 لسنة 76 بيقول إن الجيران شموا ريحة غريبة طالعة من الشقة بعد يومين. لما كسروا الباب لقوا العيلة كلها نايمة على السراير ميتين. الضابط اللي كان ماسك الملف وقتها قال في ملاحظاته إن الموت حصل في نفس اللحظة تقريبا، ومفيش أي أثر اختناق أو سموم أو مقاومة أو مفيش أي حاجة تدعي إن هم اتقتلوا. الموضوع اتقفل وقتها على إنه تسمم مجهول السبب، لكن لما رجعت للصور الأصلية في أرشيف الطب الشرعي بالمديرية لاحظت تفصيلة محدش ذكرها في التقرير نهائي، إن كل أفراد الأسرة كانوا ماسكين في إيديهم ورقة صغيرة فاضية. الورقة اتفقد بعد كده محدش يعرف راح فين. المرحلة الرابعة لسجلات العمارة من سنة 90 لسنة 92. واحد من المستثمرين الكبار اشترى العقار بهدف تحويله لمكاتب تجارية. بدأ الترميم فعلا، لكن العمال انسحبوا بعد أسبوع بالظبط. تقرير الأمن الصناعي اللي لقيته في الملف بيقول العمال اشتكوا من أصوات في الخرسانة